السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه في الجو الحر اللي احنا فيه ده؟ النهارده جايه لكم بوصفه سهله قوي، يا رب تعجبكم. حلا كده منعش يرطب على قلوبنا في الحر اللي احنا فيه ده. المكونات بقى سهله وبسيطه جدا. هنجيب شويه لبن ونحط عليهم نص معلقه كاكاو، والكاكاو اختياري، ممكن ما نحطهوش او نحط قهوه سريعه الذوبان. واللبن كمان ممكن تستبدلوه بالميه عادي جدا. هبتدي بقى ادوب الكاكاو لحد ما يدوب تماما عشان ما يبقاش مكتل كده. وهستخدم بقى بسكوت شاي، اي بسكوت عندكم ممكن تستخدموه. لو ما فيش بسكوت ممكن يبقى اي بواقي كيكه عندكم تستخدموها عادي جدا، او تستخدموا بسكوت ال10 دقايق. هبتدي احط البسكوت في الخليط اللي عملناه وارصه كده في البايركس. مجرد بس نبل البسكوته كده، بلاش تدوسوا عليها قوي عشان ما تدوبش معاكم. هرصها بقى بالطريقه دي، وبعدين هجهز الطبقة التانية بقى ليكوا حرية الاختيار، يا تعملوا زي وتحطوا كريم شانتيه مع كريم كراميل، يا الا تكتفوا بالكريم شانتيه بس، وبرده هيديكوا طعم حلو قوي. بس كريم كراميل بيديها طعم كده كريمي رهيب. هحط بقى كيس من الكريم كراميل وكيس من الكريم شانتيه، وهحط عليهم تلت كوباية من اللبن الساقع، يعني حاولوا يكون ساقع او تحطوا تلج. ممكن تستبدلوا برضو اللبن بالمية عادي جدا. هبتدي بقى اعمل كده الخليط بالمضرب، او ممكن تستخدموا الخلاط لحد ما يتقل معايا خالص ويوصل القوام اللي انا عايزاه. وهنزل بقى بالطبقة على البسكوت اللي عملناه. حبيت بقى قسمت الخليط نصين عشان حبيت اغير في الطعم، يعني ودي نكهة تانية. ما كانش عندي شوكولاتة قابلة للدهن، طبعا النوتيلا مقاطعة، ممكن تستخدموا الانواع اللي هي ماكستيلا او الحاجات دي، بس انا ما كانش عندي برضو، فجبت كان عندي قالب شوكولاتة، اخدت منه قطعة كده ودوبتها في شوية لبن لحد ما دابت خالص، وحطيتها بقى على النص التاني من الخليط اللي عملته، وبرضو عملتها بالمضرب كده عشان المكونات تتداخل. وطلع بقى ايه، عايزه اقولك الطبقه دي طعمها رهيب رهيب بجد. ممكن كمان تحطوا نص معلقه نسكافيه، هيديكوا برضو طعم حلو قوي، بس انا ما بحبش طعم القهوه يعني في الحاجات دي، فما عملتش كده. هنزل بقى بالخليط وهسويه كده كويس، وقبل ما احط اخر طبقه هحطه في التلاجة شوية عشان الطبقات ما تدخلش على بعض. بعد كده بقى هحط كيس الكراميل اللي بيكون مع الكريم كراميل، بيديله بقى طعم حلو قوي، يعني نقله طعم في حتة تانية. سهلة وسريعة ومنعشة، بجد جربوها تعجبكم قوي. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتعملي اشتراك في القناة عشان تشوفي باقي الوصفات ويوصلك كل جديد. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها وتقولوا رأيكم ايه.